السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي كما العاده يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم البنات غادي نشارك معكم الدجاج بتتبيله غزاله ومتميزه في الفران. نرافقو هنا مع بطاطا مسلوقه، وتا هي غادي ندير ليها واحد شرموله كتجي غزاله. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال الدجاج. هنا عندي دجاجة غادي نحاول نقطعها من النص من الكرش ديالها. بالنسبة للطريقة، عندي هنا القزبر ومعدنوس، غنضيف له نص حامضة، غنعصر نص حامضة هنايا. غادي نضيف ليه نصف ملعقة ديال سكنجبير، ونضيف نص ملعقة صغيرة ديال الخرقوم. هنا البنات عندي اليازير والسلميه، انا طحناهم كرماهم وطحناهم مخليهم بحال التوابل. واللي ما عندوش البنات يحاول يقطعهم طريفات صغيورين بحال القزبر ومعدنوس، سواء السلميه او اليازير. نضيف راس معلقه ديال البزار، هنا نصف ديال الكمون. وبطبيعه الحال هنا غادي نحتاج القزبر حبوب ولا بده، كيتماشى بزاف مع الدجاج في الفران. وهنا الثومه عندي بودره. بالنسبه لكم بنات عوضوا اللي ما عندهاش ثومه عاديه 3 الرويصات، والصوجه بطبيعه الحال. الملحه على حسب القياس. بالنسبه هنا ضفت نص معلقه ديال الهريسه، وتقريبا نص معلقه ديال التحميره. البنات كما لاحظتوا بان الدجاجه غادي نثقبها مزيان من الظهر ديالها. غنخلط هاد التوابل كامله، الشرموله اللي عندي نخلطها مزيان مع بعضياتها. وغادي نحاول ندهن جميع الجوانب والاطراف ديال الدجاجه كامله، سواء من الظهر او لا من الكرش، لان الدجاج كيبغي ضروري الشرموله. ونحاول مزيان. هنا نحاول البنات من بعد نخدمها بيديا، لان كتبرد ليا تتبرد ليا الخدمه غير يديا. المهم هنا غادي ننزلها في طبق ديال اللي ندخلو الفران. البنات هنا استعملوا الكارطه، عاد ديروا الالومنيوم باش تطلق الماء ديالها وكطيب فيه دغيا. بالنسبه هنا عندي ديجا الفران شاعله على 200 درجه، خدات ليا 45 دقيقه. وبالنسبه للغاز بطبيعه الحال غادي تنزلوها في الطبقه الفوقانيه في الفران ديال الغاز حتى يكون شاعل من تحت. ندوز دابا نشوف الطريقه ديال التحضير ديال الشرموله اللي غادي نسم بها بطاطا. هنا استعملت البنات جوج الانواع ديال الفلفله، وعلى حسب المتوفر، سواء خضراء ولا صفراء ولا حمراء اللي كاينه، او نوع واحد. نصف بصله مقطعه طريفات صغيورين. هنا غادي نحضر نوجد مقله غادي ننزل فيها الفلفله والبصله وشويه ديال الملحه، وبطبيعه الحال شويه البزار. ونضيف لهم الزيت اللي يعجبكم، سواء النباتيه او البلديه. انا كنفضل نطيب بالبلديه. غادي نخليها هنايا تاخذ واحد 5 دقائق حتى تنزل عندي البصله وطيب هي والفلفله. نخليهم على نار مهيله ونغطيها ونخليها طيب، على خاطر مع الاستمرار في التحريك بطبيعه الحال باش ما تتحرقش لينا. البنات في هذه اللحظه هذه انا نوجد بطاطا. غادي نسلقها في الماء اللي هو سخون. من بعد وشويه الملح ملي غادي طيب غادي نقيها، وغادي ننزلها مباشره في هذيك الشرموله اللي غادي تكون نزلات. كما قلت لكم غادي نستمر في التحريك وعلى نار مهيله. غادي نستمر كي بحال هكا. هذيك البطاطا كتاخذ الذوق ديال الشرموله، كتجي غزاله. هنا الدجاج طاب عندي، حيت له الكارطه في الاخر الالومنيوم وخليتها تحمر من الفوق. جا رائع في المنظر وفي المذاق ديالو ما نقولش لكم. ورافقته هنايا في الجوانب ببطاطا اللي خليتها هي كما هي، هادو بطاطات صغيورين ما قطعتهم ما والو، تيبقاو مجموعين.
تتبقى جامعة مجموعة، كيجي رائع. البنات هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم تشاركوني به وتردوا عليا الخبر. كنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم ليا ولا تشجيعكم ليا، وما تنساوش فضلا وليس امرا بدعمي في القناة والمشاركة وتفعيل الجرس. كنشكركم البنات بزاف، كنتمنى الطبق يعجبكم ونتمنى نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.